كل ده ممكن يحصل في فترة اللي هي ايه الأعراض بقى، ظهور الأعراض، نعم. رشح، عطس، شوية كحة، آلام في الجسم، حرارة. كل ده ممكن يظهر. الحمى تكون مرتفعة يا دكتور؟ ممكن تكون بسيطة، ممكن حسب نسبة الفيروس داخل وحسب مناعة طب الطفل دكتور، وحسب أنت سنه. بتقول الأعراض قريبة مرة للإنفلونزا، كيف الأم ممكن إنها هي تحدد ما إنه هي هذا الأم مش نكاف هتفرق، أو إنها الأم صعب تفرق ولا إنفلونزا؟ الطبيب على فكرة يعني. نعم. يعني هي بيبقى ايه، في حاجة كده ممكن تحصل ومش لازم يعني، نعم. اللي هي ممكن لو الطبيب شاف هذا الطفل في هذا المرحلة دي من الالتهاب الفيروسي، ممكن ايه يعرفه. بيبقى فيه احمرار. انت عارفة ان الغدة اللعابية ديت ليها مكان افراز، نعم. القناة اللي بيحصل منها افراز من الغدة اللعابية للفم. الجزء ده بيحصل فيه احمرار قبل ما يظهر اعراض الغده النكافيه او التورم في الغده النكافيه بيومين او ثلاثه. فلو اتشاف في الفتره دي ممكن يتشخص، والتشخيص بيني تشخيصه وبينك يكون نكاح. إذا بالظبط. يا دكتور تكون الأعراض إنها هي زي أعراض الإنفلونزا، بالظبط. بس إنه يكون في عندنا اللي هي حمى، يكون حمى عندنا وحراره. بالظبط. وحرارة ونفس، بس إنها ممكن نلاحظ في فترة الحضانة إحمرار بسيط في مكان الغدة. من داخليا، فدي هيشوف يعني نعم. صعب الام تعرفها، لكن والطبيب نفسه ممكن، ما بقول لك ممكن تحدث ممكن ما تحدثش. يعني ممكن في بعض الحالات تلاقيها موجوده، ممكن في بعض الحالات ما تلاقيش ممكن من لا. موجود. نعم. بعدها بيظهر التورم ده ممكن يبقى ناحيتين. بعد فترة الحضانة اللي هي بعد أسبوعين بالظبط. تظهر عندنا أعراض اللي هي اعراض الحرارة التورم والتورم. في ممكن ناحيه واحده، في 10% من الحالات بيبقى ناحيتين. وبيبقى الام اثناء الماستيكيشن او اثناء الاكل، لانه المضغ. طبعا نعم. كل ما الطفل يبدا يمضغ بيعمل اضرار للغده اللعابيه، فلما يحصل اضرار للغده اللعابيه يعمل الم بس. وبعد كده بيبدا الفيروس ده بيفضل معدي من اسبوع ل 10 ايام ما بعد ظهور هذا التورم. يعني بيقعد اسبوع ل 10 ايام في عدوى، فبالتالي يجب عزله. هل يجب عزله عن اللي موجودين في البيت ولا اللي بره؟ لا، عن اللي بره بس. ليه؟ لماذا يا دكتور؟ النهارده الطفل ده ظهر عليه نكاف، اتشخص خلاص والطبيب شافه وقال ده نكاف. هو بقاله اسبوع قبل ظهور الغده النكافيه الفيروسيه عليه، هو بيعدي. فاذا نعم. كل المحتك بيه في البيت حصل له عدوى. طب انا هعزلهم ليه بقى؟ خلاص. وحتى التطعيم ملوش قيمه. نعم. التطعيم ملوش قيمه في هذه الفتره. في هذه الفترة. نعم. يعني البيت ده حصل فيه التهاب، او حد حصل له التهاب فيروسي في الغده النكافيه، اللي المحيطين بيه ما يطعموش في الفتره دي، ما يطعموش قبل مثلا شهر ولا حاجه. ونشوف حصل عدوى للناس، لان ممكن طبعا العدوى دي يبقى للكبير وللصغير، نعم. عشان مش يعني مختصه النكاف بيصيب الأطفال وبيصيب طبعا الكبار. طبعا. هو نعم. مشهور في الاطفال بنسبه كبيره، عشان موجودين في مدارس ومكان نعم. برضه الطفل مش واعي. ما فيش الثقافه الطبيه برضه كويسه، انه الطفل لما بيعطس ما يحطش مثلا منديل نعم. على بقه، انه ما يستخدمش حاجه حد، انه ما يبقاش وشه مباشر في وش حد، انه ما يحطش ايده او ياكل مطرح. الحاجات دي كلها بتعمل وسائل عدوى كتيره، لكن الكبير بيبقى مدرك يعني. طب دكتور، دائما يقولوا انه النكاف يكون معدي جدا لدرجة انه ممكن لو احد قعد مكان احد يؤدي الى العدوى بالنكاف، هل الكلام هذا صحيح؟ او تكون العدوى بسيطة مثلا عن طريق استخدام الشخص لاغراض الشخص الاخر عن طريق الجهاز التنفسي؟ تعطينا بس فكرة يا دكتور عن الموضوع احنا هذا. احنا بنقول انه اصلا درجات العدوى بتبقى بسيطه ومتوسطه وشديده. نعم. هو من النوع المتوسط، لان مش يعني العدوى بتاعته مش اللي بنسميها ايه، مش هايلي انفكشوس، اللي هو مش شديد العدوى. نعم. وهو ما بيعديش مكان باللمس، فيقعد ما يقعدش، يقعد في مطرح الكرسي، يقعد في الكنبه. ملوش العدوى افرازات الجهاز التنفسي، نعم. اللي هو استخدم حاجته مكان العطس او مكان رشح او منديل، او اللي هو افرازات الانف والفم. واحد اوضه مقفوله مش ما فيش تهويه جيده، وواحد عطس، ممكن الرذاذ دوت يعمل عدوى. ده بس دي وسائل العدوى، لكن ملوش عدوى عن طريق الجلد، ولا ليه عدوى عن طريق افرازات التبول او التبرز. تمام. طب دكتور، نتكلم عن العلاج والوقاية. ودكتور، في مقولة تقول انه النكاف يسبب العقم، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب، اول حاجه العلاج هو ملوش علاج. بمعنى ايه؟ مش معنى ان هو خطير، لا، نعم. هو ملوش علاج، لان هو فيروس ليه وقت معين وبتنتهي يعني ما ناخذ انتي فيروس او انتي بكتيريا، فقط ولا مسكن. اي نعم. مسكنات فقط. والراحه العزل عن عزل الخارج. الطفل عن. نعم. الوقايه بتبقى دايما الامراض المعديه بتبقى تغذيه جيده نمره واحد. نعم. تغذيه جيده بالبروتينات، بالخضار، بالفاكهه، الحاجات الطازجه.
نمره 2 العادات الصحيه السليمه، انه الطفل ما يستخدمش حاجه حد بعد دورات الماء، يغسل ايديه، اللي ما يستخدم حاجه حد يغسل ايديه، انه يحط ايده على بقه لما يعطس او لما يكح. كل دي حاجات مهمه. بعد التغذيه وبعد التهويه الجيده للمكان، انه دايما اي مكان يبقى فيه تهويه جيده بحيث ما يحصلش انتشار العدوى. والتطعيم، التطعيم ده مهم جدا، ان احنا هو التطعيم ده اجباري اصلا، لكن بعد 5 سنين ممكن ندي جرعه تنشيطيه نتيجه انتشاره، فبندي الجرعه التنشيطيه. قصه العقم دي ننساها خالص، مفيش حاجه اسمها بيسبب العقم، هو مضاعفاته بسيطه جدا وتكاد يعني لا تذكر، ما بتحصلش الا نادرا. وحدوثها ما تسجلش فيه انه طفل ما حصل له عقم نتيجه انه حصل، ولا ادلت ولا واحد كبير حصل له التهاب في اعضاء التناسليه فحصل عقم، الكلام ده ما تسجلش في اي ابحاث يعني. دكتور محمد صلاح شبيبي، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، اشكر حضورك ويسعد صباحك. طبعا زي ما تكلمنا اليوم عن امراض الشتاء، من ضمن امراض الشتاء اللي هي المعديه عندنا النكاف، وزي ما قلت انه هو مرض تلوثي فيروسي بيسبب عندنا انتفاخ في الغده اللعابيه وفي الباروتيد جلاند اللي هي الغده النكافيه. والدكتور شرح لنا الاسباب والاعراض ومضاعفاته، وهل هو مسبب للعقم؟ زي ما قال الدكتور انه هو لا يسبب العقم، لانه هذه فكره منتشره كبيره، والوقايه منها التغذيه الجيده والتهويه الجيده والسلوك الصحي السليم. هذه كل فقرات اللي كانت اليوم لي يسعد صباحك، وحاتمنى لكم يوم سعيد، ويا رب كلكم تكونوا بصحه وعافيه، ويسعد صباحكم وجمعه مباركه.